السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع خطير جدا بيمس مجتمعنا اليومين دول، وهو موضوع إطلاق البصر. احنا لما نيجي نتكلم عن غض البصر، ناس كتير بتفكر إن غض البصر ده اللي مأمور بيه الرجالة بس الحقيقة إن المجتمع كله مأمور بغض البصر، سواء رجالة أو ستات، وبالأخص الستات، لأن الستات هي يعني بتبقى عاطفية أكتر، بيبقى الشهوة عندها أكتر وكلام من ده. فأنا هحكي لكم موقف كده حصل معايا أيام الجامعة. كنت في سيكشن، فكنت قاعد سايد بروفايل كده، الناس شايفاني بسايد بروفايل، تمام. فالمهم كان في بنت ما شالتش عينها من عليا، يعني سايبه الشرح ومركزه معايا انا يعني اخدت بالها من حته ان مناخيري كبيره شويه. فما روحت لقيتها كاتبه على النت ايه: انا كان قاعد قدامي النهارده ولد مناخيره كبيره. طب يا بنت انت بتبصي لي ليه اصلا؟ ما تغضي بصرك، انت عايزه مني ايه؟ ما تبصيليش خالص، يعني بصي اللي بيشرح ولا اللي بتشرح، وما تركزيش معايا، تمام. وفي موقف تاني برضه، يعني مثلا البنات يعني بتجيب ادق التفاصيل. يعني واحده مركزه لدرجه ان هي تمدح في لون عينيا طب طب يا بنتي في ايه يعني؟ وفي نقطه كمان برضه حابب الفت نظر البنات ليها، وهي حوار الميك اب الاوفر. يعني بالله عليك، احنا مش نازلين من بيوتنا عشان نشوف بليات شو قدامنا. يعني خف ميك اب شو يعني، حط ماشي، بس يعني مش لدرجه ان انا ابقى بليات شو ماشي في الشارع، يعني مش للدرجات، تمام. وعلى فكره حتى المفروض ما تحطيش خالص. يعني ربنا بيقول ايه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن، إلى آخر الآية بقى. والله يا جماعة، احنا لو سمعنا كلام ربنا وطبقنا ديننا صح، مش هنخاف من حالات التحرش او الاغتصاب، او ان اطفال يتم التحرش بيها، او ان البنات تبقى نازله خايفه من بيوتها. كل ده هيتلغي لان احنا خلاص سمعنا كلام ربنا وطبقنا ديننا صح، فمفيش خوف بقى من اي حاجه. وفي النهايه يا ريت تعملوا لايك للفيديو، واهم حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.